بسم الله، نبتدي وياكم وصفة جديدة للكليجة. 10 أكواب طحين. المقادير: قلاصين روبا نفس هذا القلاص المقياس. عندي هنا ظرفين بيكنج باودر، حلقوم للحشوة، 2 هنا عندي حبة هيل وأيسون طحنتن وحبة حلوة. هاي الحشوة قلنا بيها بعد التمر والحلقوم. هنا عندي حليب مكثف خليته هنا 3 قلاصات دهن. نبتدي الطريقة على بركة الله. هسه حبايب قلبي ضفنا الطحين بالعجانة، ذرة الملح ما ننساها، هاي المنكهات، حبة حلوة وهيل وأيسون يطلع الطعم روعة. أخل البيكنج باودر والفانيلا ظرفين، بعد أخلي الدهن، دهن جنة حميته وبارد. إذا يكون حامي لأن يصير الطحين أسمر فيكون بارد أخليه وبقى تفتر شوي العجانة. راح أنزل الحليب المكثف عليه بالتدريج. هسه أنزل الدهن، دهن جنة 3 أكواب. بعد شلون صار الطحين رملي. تستمر بالعجن. هسه أضيف، شوفوا شلون العجينة، أنا أريدها بهالشكل هذا. حبايب قلبي راح أضيف عليها هسه اللبن أو الروبة قلاصين. هسه شوف ايش قد تاخذ أنا من عندي المقدار مالته، لأن كل عجين حسب العجن مالته. أكو عجين ما يحب المي قليل وأكو لا يمتص. هاي في الوصفة أنا هاي أريدها. راح بس ألفها لف، مو عجن، بس ألفها بإيدي وأطلعها من العجانة. راح أشوفين التشكيل شلون أشكلها. هسه الحشوات هاي قلت لكم عندي هنا تمر وهنا حلقوم. وانتظرونا، هذا الشكل النهائي حبايب قلبي. شوفوا والطعام روعة أكثر من روعة. لا تنسونا من خلص دعائكم لي ولوالدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا بوصفة جديدة.